الانسان المعذب بلبنان. انت كرامتك موجوده وما عاش ولا بيعيش اللي بيهلك كرامه. طول ما في ناس بعدها بتحفظ الكرامه وعندها كرامه ما بتقبل انسان مثلك ينهان ويوصل لهيدي المرحله. انا سبق قلت لهم الفنانين اللي عندنا اللي عبوا جيبهم من خير هذا البلد مش من خير غيره. 10% من اللي ما جمعوني بس هيك يوزعون شوي على العالم الفقيره كانت الناس بألف خير. استاذ صلاح انت انا سمعتهم من شوي كانوا عم يحكوا انت كل شيء ممكن بهالحياه الله لا يعيزك لحدا، المعازي غير لربنا مذله. انت بهالحياه من هلا لاخر يوم بحياتنا اي شيء بتعوزه. انا شخصيا كوديع الشيخ انا رقبتي سداده. انا الامثالك انا بتمنى اوقف حد منهم لانه انا الي شرف لإلي هذا انه اوقف حد انسان. اذا انا صار لي 10 سنين بالفن الك 50 يعني قال له اكبر منك بيوم افهم منك بدهر. انا الي الشرف انه شو ما بتعوز بهالدنيا انا تعتبرني ولد من اولادك. وامثالك كمان نفس الموضوع انا عم عقولها على الشاشه قدام الناس كلها سوا. تفضل. طلب عنده أسعد بدي عبد طلب عم بمزح اللي حكيته وديع. بعرف بس والله بتأمر. اللي حكيته وديع تحترم جدا عليه. استاذ صلاح بدي اسمع منك كلمه لانه وديع مش بس هيدا بنحله برا الهوا اللي قاله وديع بده يغني لك كمان ليفرح لك قلبك. وانا معك بس انا موجود وربنا مش دخيل اسمه. وديع معك موجود. وكلنا معك والمشاهدين الليله اكيد كلهم معك وحتضلك عايش ان الله راد 100 سنه. الله يعطيك العمر تعيش بكرامتك وبعزه نفسك وتعيش فرحان. ما بقى بدي اسمع منك اليأس. وديع شغلته يفرحنا ما هيك؟ أنا هلأ بدنا نسمع غنيه ويريح لنا اعصابنا. سبق وقلت انا هلا بوجود